كتاب محادثات مع الله. قال له نيل انت كتقول نحيد الشكوك ديالي والمخاوف ونحرر راسي من التشاؤم، بحال كتقول لي عطيني داك طرف الخبز اللي لهيه. راه هادشي اللي كتقول ساهل في الهضره لكن صعيب باش نطبقو. يعني باش نحيد الافكار السلبيه من دماغي بحال كتقول لي طلع لجبل ايفرست وقبل حتى ما نتغدى. راه هادشي صعيب بزاف. هو يقول ليه غير فهمني. الخطوة الأولى هو أنك تتعلم تراقب الأفكار ديالك، يعني تفكر في اللي كتفكر فيه. يعني فاش غتفكر في الأفكار اللي عندك، هي داك حيت ما أنا نعطيكم إكزامبل ديالي. فاش كنت راقبت الأفكار ديالي لقيت راسي أفكاري باغيين ديما يأكدوا ليا بأنني ما غنطفروش. بأنني حتى من أي حاجة كنديرها بأنني غنفشل فيها. كنلقى راسي مثلا غيطرا شي حدث فشلت فيه، كنلقى دماغي اش كيقول لي شتي قلت لك ما طفريش. دونك انا اصلا كنت متوقعه ما نطفروش وما حساش. ما كنتش كنطفر. نورمال. تخيلوا. عرفتوا على صدمه فاش كتراقبوا الافكار ديالكم اول حاجه بعدا كتستنتجوا انكم ما كتعرفكمش. انا بعدا استنتج انني ما كنعرفنيش، حيتاش ما عمري ما تخيلت انني كنت باغا بروفي لراسي انني ما غنطفروش. وبايش عرفتها فاش راقبت افكاري. لقيت اي حاجه كطرا لقيت افكاري كيقولوا لي شتي قلت لك ما ديريهاش، قلت لك انت اصلا ما تصلحيش لهذا الشيء، قلت لك غتفشلي فيها، قلت لك انت خليك جالسه جهدك ديري اي حاجه وصافي جلسي ما غتطفريش. والله العظيم لقيت افكاري هادشي كيقولوا لي وبصح، ولقيت احداث حياتي كتبروفي لي بانني ما غنطفروش. كنبدا الحاجه ما عمري ما نكملها حيتاش غير كنبداها هاد الافكار كيتغلبوا عليا. شتي راه قلت لك صعيبه ويا راه ما صعيبه والو، راه غير افكاري. شتي راه قلت لك صعيبه شتي، وكنبقى نقلب على الاسباب. شوفوا مثلا نعطيكم خدمه، مثلا خدمت، شوفوا مع غندخل بشي 15 جوغ غنلقى راسي كنقلب على الاسباب باش نخرج. مازال ما طرا لي حتى مشكل، انا كنقلب باش نبروفي لراسي بانني ما باش نبروفي لراسي بانني جي غيزون باش ما نبقاش خدامه، الوغ كو ما كان كيكون حتى سبب. انا باغا نبروفي لراسي بان هاد الخدمه الخايبه باش نخرج. راه اكبر صدمه هي فاش كتراقبوا الافكار ديالكم. قال لي الخطوه الاولى هو انك تعلم تراقب الافكار ديالك، يعني تفكر في اللي كتفكر فيه. وفاش تلقى راسك كتفكر في افكار سلبيه عاود تفكيرك وفكر في حاجه مختلفه. عرفتي هذه ديال لقيتوا راسكم كتفكروا في افكار سلبيه عاودوا فكروا في حاجه مختلفه. انا درت واحد لا تكنيك ما عرفتش واش غتوصلكم، المهم انا نقولها لكم مي ما عرفتش واش تفهموها ولا لا. زعما غنشرحها. جيسبيغ تفهموها. تخيلوا كنت مثلا كطيح لي في بالي، نعطيكم ان اكزومبل. مثلا كنكون سايقه غاده سايقه في لوتوروت، بيان سور كتجيك داك الفكره ديال عندك تقلب بك الطوموبيل. بيان سور. شنو وليت كندير فاش كتجيني داك وإلا تقلبات بك الطوموبيل؟ بيان سور كتجيك لاسين. كتجيك فكره بالصوره واضحه. ديك الساعه داك الصوره شنو كنتخيل راسي؟ كنتخيل راسي ديك الصوره انا جالسه في السينما كنتفرج فيها، ماشي انا. ما عرفتش توصل لكم الفكره. اي صوره سلبيه كانت كتجيني في دماغي ديك الساعات اوتوماتيكمون كنت كنتخيل راسي جالسه في السينما كنشوف داك المشهد اللي تخيلته على راسي. زعما راه ماشي انا. زعما انا راه كنتفرج في السينما ماشي انا. عندك افكار يسحب لكم انا، لا ماشي انا وحق الله العظيم. اي دي فوا فاش ما كنتش كنقدر فريمون نتخيل راسي ديال انا جالسه كنتفرج في داك لاسين، كندير راسي واقفه من السينما زعما خارجه، زعما رانا كنشوف لاسين ديالي، زعما انا كنتقلب وانا صافي نايضه غاده من السينما، زعما راه ماشي انا. جو نو سوي با كونسيرني. المهم كنت كنلعب مع راسي واحد كاش مي الحمد لله. الحمد لله. إلا كنتِ كتفكر أن العالم كله عامر بالأحداث السلبية فعاود تفكيرك. هنا باش كنقول ديما راه كاينة غزة وكاينة موناكو. ça ne veut pas dire que نحقروا غزة ولا نعززوا موناكو، نو. اللي باغا نقول زعما بحال دابا فلسطين مثلا قادين نعاونوا سي تري بيان، ما قادينش نعاونوا ما نقولش راه الدنيا كامله خايبه، الدنيا كامله حرب، لا. كاين الحرب وكاين السلام، كاين كلشي، كاين كلشي في هاد الحياة. ماشي انا ناخذ جانب
من جوانب الحياة ونحكم أن الحياة كاملة ماشي عادلة والحياة كاملة خايبة. وقال له إلا كنتي كتفكر أن حياتك كتنهار وأنك ما غتقدرش ترجع أي حاجة بحال اللي كانت، يعني عاود التفكير ديالك. تقدر تدرب راسك على هذا الشيء، حيت كيف ما دربتي راسك أنك ما تفكرش في حاجة مزيانة، فكل حاجة أنت تدربتي عليها مزيان. هو يقول ليه نيل، وشنا هو التعليق ديالك على المعاناة؟ وهل المعاناة وخدمة الله هي أفضل طريق، أو أفضل طريق للجنة هو أننا نكونوا صالحين بحال اللي كيقولوا الأديان، أو حنا أحرار نديروا اللي بغينا وبلا ما نلزموا راسنا بقواعد ومعتقدات تقليدية، أو نتعمقوا في الداخل ديالنا باش نوصلوا للنيرفانا؟ قال له أنا وليت حاير شنو اللي غيوصلني ليك، ماشي غا انت خويا نيل العالم بحالك. قال ليه انت بغيتي تختار طريق من بين الطرق اللي قلتي، وعلاش ما يكونوش كلهم طريق الى الله؟ انا غنوضح ليك وغنخليك تستوعب. قال له الطريق الى الله هو الطريق اللي قلبك يختاروا ليك وماشي عقلك، حيت عقلك ما غاديش يقدر يلقاني، وباش تتعرف على الله فلازم تخرج من عقلك. انا ماشي ملك او حاكم، أنا الخالق، والخالق ما كيحكمش. أنا خلقتك على صورتي ومثالي، ودرت معاك وعود والتزامات، وأنا دابا كنقول لك بصورة واضحة شنو غيوقع لك فاش غادي تتحد معايا. قال له أنت بحال موسى طالب مجتهد، وموسى دار بحال اللي كدير أنت دابا، وحتى هو كان شاك واش أنا اللي هضرت معاه. وأنا غنعاود نقول لك الوعود ديالي ليكم. الوعد الأول، فاش غادي تبغي الله من قلبك وعقلك وروحك وما تكون حتى حاجة من غيري، وفاش ما تعبدش الحب البشري أو النجاح أو الفلوس أو السلطة ولا أي رمز ليهم، وفاش تحط كل الرغبات ديالك في جنب، بحال الأطفال فاش كيحطوا الألعاب ديالهم في الصندوقة، ماشي حيتاش خيابت، حيت صافي نضجوا على داك الألعاب، ديك الساعات غتعرف أنك سلكت طريق الله. الوعد الثاني، فاش ما تستخدمش اسم الله في التخربيق لغرض دنيوي، وأنك ما تنسبش ليا حتى شي اسم ما يليقش بالعظمة ديالو، غادي تفهم قوة الكلام والأفكار. الوعد الثالث، تخصص نهار وتخليه مقدس وتحيد فيه الأوهام ديالك وتفكر شكون انت، وديك الساعات غتحس أن أوقاتك كلها مقدسة. الوعد الرابع، فاش تهلا في والديك غادي تعرف أنك ابن الله، وغادي تكرمهم بهدرتك والأفعال ديالك، وإكرامك لآلهة عالمك اللي هما الأم والأب ديالك هما السبب في الوجود ديالك، غادي تبدا تكرم كل إنسان. الوعد الخامس، غادي تعرف أنك لقيتي الله فاش تلقى راسك ما كت... أنك ما كتقررش أنك تقتل شي نفس عن عمد، حيت ما باغيش تختار تسالي شي تجسيد وتبدل طاقة الحياة من شكل لشكل آخر. تقديسك الجديد للحياة هو تقديسك لكل أشكال الحياة بما فيهم النباتات والأشجار والحيوانات، إلا إذا كنت غادي تستنفع بهم. الوعد السادس، تقدس الحب، يعني ما يكون لا خداع ولا خيانة. الوعد السابع، ما تاخد حتى حاجة ماشي ديالك، وما تغش وما تأذي حتى واحد مقابل مصلحتك، وإلا درتيها كان وعدك أنك غادي تلقى الله. الوعد الثامن، إلا ما قلتي حتى شي حاجة ماشي صحيحة أو شهدتي بالزور فراك لقيتي الله. الوعد التاسع، فاش ما تمنى حتى شي حاجة ماشي ديالك فراك لقيتي الله. الوعد العاشر، فاش ما تمناش رزق جارك، وعلاش تتمناه وانت تقدر يكون عندك بحالو وكتر. هاد الوعود غادي تعرفك انك غادي في طريق الله وانت لقيتيه، وانت حر ماشي مقيد،
باش تختار اللي بغيتي. وهذه هي التعهدات ديالي لكم، وان الله ما كيأمرش اللي خلقوه. سبحان الله، هاد الوعود هادو كاملين عارفينهم دابا. عارفين ما خصناش نكذبوا، عارفين ما خصناش نغشوا، عارفين خصنا نشوفوا الاخر بحالنا حنايا، عارفين هادشي كله. اي لو بيغ شنو عارفين كفس؟ عارفين ان اقداركم تؤخذ من افواهكم. واش كنديروا بها؟ دابا العالم باغي يبدل حياته، باغي يبدل القدر ديالو، باغي يزيد لقدام. وفاش كيبقى يهضر في السلبيه وكتقول له راك كتهضر في السلبيه، كيقول لك واخا كنهضر، من مازال ما فهمتيش داك غير كنهضر، راك كتصاوب لك قدر ديالك، ما عمرك ما غتفهم شي حاجه. واش كتر من عارف ان الكلمات ديالك كيكون عندها اثر كبير في الاحداث د حياتك، وانت النهار كامل كتهضر بسلبيه؟ شنو بغيتي؟ ويجي بنادم ويقول لك لا، الوعي ما كاينش والطاقه ما كايناش. انت ما جربتيش اصلا، ما حاولتيش اصلا. ربي كيقول لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني افكارنا على راسنا، افكارنا على الدنيا، وكنمشيو كنقلبوا برا علينا، كنمشيو كنقلبوا برا وكنقولوا ناري. ربي صعيب نوصل ليه. ربي عطانا قواعد حنا اللي بصح ما بغيناش. بحال في الاول ديال الكتاب كيقول لي انت ما اختاريتيش هادشي، وبصح حنا ما اختاريناش هادشي. العمل الصالح، القران، الرسل، العالم من زمان الزماني هما كلهم كيهضروا على هادشي. ما كنختاروش هادشي. ما نقولوش الله ما كيعطيناش، ولا حنا ما كنختاروش اليسر، حنا ما كنختاروش طريق الله. ربي قالك الغش طريق الشيطان، الكذوب طريق الشيطان، الخيانه طريق الشيطان، الغدر طريق الشيطان، وحنا كنديروا هادشي كامل وكنقولوا الله ما عطيناش والله ما ديهاش فينا. زعما الانسان وحق الله، زعما حنايا واعرين، واخا هكاك حنا واعرين. زعما راه واحد العلامه استفهام على هذا الانسان انكرويابل. قال له المهم نقزت واحد الفقره باش عقلكم ما يحبش. نقزتها، غنرجع ليها ابخي، مي ماشي وقتها دابا صراحه، كانت غير غتدوخكم. ماشي في وقتها لا فيغيتي. نقزتها المهم حتى من بعد راه نرجع لها. التنوير، قال له التنوير كيطلب منك انك تعرف الحاجه اللي ما جربتيهاش باش تقدر تجربها، حيت المعرفه كتفتح ليك باب التجربه، وانت كتخيل العكس هو الصحيح، بانك تجرب باش تعرف. في الواقع انك كتعرف بزاف ديال الحوايج وباقي ما جربتيهاش. انت بكل بساطه ما عارفش انك عارف. بحال مثلا انت عارف ان الله معاك، ولكن تقدر يسحب لك انك ما عارفش. على هكا انت كتنسى التجربه ديما، وانت اصلا ديما كديرها، ولكن انت ما عارفش بانك كديرها طول الوقت. هو يقول له نيل، ودابا حنا على هكا كندورو في دوائر مغلقه. هو يقول ليه هاد الشيء اللي كديرو بلاصت ما تجلس دور في الدائره، كنت الدائره، حيت انت ما تستحقش تكون في دائره مغلقه، انما تستحق تكون في دائره عظيمه. هو يقول ليه نيل، واش الزهد او التخلي جزء من الحياه الروحيه؟ قال ليه حيت الروح في الاخير كتخلى على اي حاجه ماشي حقيقيه. ما كاين حتى حاجه حقيقيه في حياتك الا علاقتك بيا. انما الزهد اللي هو انكار الذات ما مطلوبش منك. وكاينين الناس اللي كيقولوا تخلى عن اهدافك، وانا كنقول لك غير بدلها، حيت باش تنكر الرغبات اتحس بها بانها الزاميه وصارمه، اما تبدلها غتحس فاش تبدلها غتحس به تمرين ممتع. قال له ماشي باش تتعرف على الله خاصك تتغلب على كل الشهوات الارضيه، ولكن انا كنقول لك تفهمها وتقبلها، وهذا كافي. التقبل، شوفوا التقبل مفتاح كل شيء. التقبل مفتاح كل شيء، حيت اي حاجه كتقاومها كتبقى، واي حاجه كتاملها وتفهمها غادي تختفى. انا عارف اللي كيجاهد باش يتغلب على الشهوه الارضيه ديالو، فهاد الشهوه كتحول الى معرفه،
ولكن هو دابا انتقل من جانب إلى جانب آخر، ولكن المطلوب أنك تكون في الوسط، يعني ما تحكم على حتى حاجة حاسس بالشغف من جهتها. لاحظ الشعور ديالك تجاه هاد الشهوة ببساطة، ومن بعد شوف واش غيخدمك ويعطيك داكشي اللي بغيتي، واش غيخدمك وغيعطيك داكشي اللي بغيتي. وتفكر انك ديما كتخلق، وانت اللي كتقرر شنو وشكون بغيتي تكون، والخيارات ديالك داكشي اللي كتحس بالشغف جهته هي اللي كتقرر شنو تكون. فالشخص اللي كتشوفو غادي في الطريق الروحاني ما تخلاش على الشغف ديالو، ولكن هو فهمو مزيان بانه وهم، وهو اختار انه يبعد عليه ببساطة. وفي نفس الوقت هو ممتن للوهم، حيت بلا وهم ما كانش يعرف نقيض الوهم. الشغف ديالك هو الرغبة ديال الكينونة ديالك باش تحول الكينونة ديالها للفعل، باش تعيش التجربة. والشغف ديالك هو الوقود اللي كيحرك عملية الخلق. وسبحان الله انا في رحلة الوعي ديالي عرفتي الشغف، كان عندي واحد الشغف ديال نكتشف العدل الالهي. شوفوا دزت من مراحل بزاف في حياتي اللي كانت كتاكد انه ما كاينش العدل. وسبحان الله كانت ديما شي حاجه لداخل ديالي كتقول لي اسماء الله عادل. وسبحان الله كان عندي واحد الشغف نقلب على الله عادل، وداك الشغف هو اللي خلاني نفهم 60,000 حاجه الصراحه. الشغف مهم بزاف. الشغف ماشي ليكسيتاسيون، ماشي داك لا، الشغف سي ديفيرون. الشغف كتكون عندك واحد الحب للمعرفه، ماشي داك باغي معرفه باش كمعرفه كثقافه عامه، لا. واحد الشغف كيكون داك فريمون حب للمعرفه، وكتحس بان بحال داك المعرفه غتكملك. المهم مهم بلا ما نطول عليكم. الوقود اللي كيحرك عمليه الخلق وكيبدل المفهوم السطحي للتجربه ديالك. الشغف هو القوه اللي كتدفعك باش تعبر على حقيقتك. يعني ما تنكرش الشغف، لانك هكا كتنكر راسك واللي باغي تكونو. فالتخلي ماشي انكار الشغف ديالك، لكن التخلي ما هذه كينكر ارتباطك بالنتيجة. والشغف هو الرغبة ديالك أنك دير شي حاجة كتبغيها، وهو أنك تجرب الكينونة ديالك. ولكن فاش كيتحول الشغف ديالك في التركيز على العمل اللي كديرو باش تشوف النتيجة اللي غادي تحصل عليها، الرغبة فيها كتبعدك على الروح ديالك. غيكون الشغف ديالك سببه التوقع. عيش حياتك بدون توقع، بدون ما تتعلق بالنتيجة. فهذه هي الحرية، وهو هذا الرشاد والحياة. عاتو بصح فاش كتقرروا انك تعيش اللحظة وتستمتع بها وما تسناش نتيجة، ناري على حرية، ناري على حرية. والله ما كتشرحش بكلمات. جربوها وخف شي حاجه صغيره في حياتكم وشوفوا الفرق. والله العظيم شوفوا الفرق. قال له نيل يعني انت ما مرتبطش بالنتيجه؟ قال لي طبعا لا، الفرحه ديالي هي عمليه الخلق وماشي نتائج عمليه الخلق. التخلي ماشي قرار نفي الفعل، لا، التخلي هو نفي التعلق ديالك بالنتيجه. وطبعا كاين فرق كبير بينهم. اي سي فغي. فاش كتجي انا طرات ليا جات واحد المرحله في حياتي تخليت على كل شيء. كنت حسيت بواحد القيود كتجروني الاهداف ديالي وداكشي اللي باغا ندير. كنت جيت واحد النهار حسيت بهم كيخنقوني. كان خصني نتخلى عليهم. ماشي كتخلى على الاهداف، كتخلى على داك المشاعر ديالك على داك الاهداف، داك الانتظار، داك الشك، داك التردد، داك واش غتصدق واش ما غتصدق، كتسلمها. داك الاهداف ديالك كتقول له هكا ربي ها هما اللي ميسره
بينها لي، اللي ما ميسراش ما تبينشها لي، ما تبينها ليش. حيتاش فريمون كانت جاتني واحد اللحظه اللي كنت فريمون تخليت على كلشي، قلت له صافي ربي بقيت باغا حتى حاجه، صافي هاد الاهداف ديالي اللي ميسره واللي غتنفعني في التطور ديالي مرحبا، اللي ما غتنفعنيش بعدها عليا، انت راه عارف انا ما عارفه حتى لعبه، انا سلمت لك كلشي. صافي كتجي واحد الوقيته فريمون فاش كتضغط بالانتظار، بداك الطموح الخاوي، بداك ليكسيتاسيون الخاويه، بداك باغي تبروفي بانك فهمتي، صافي كيجي واحد النهار كتعيا، يا غتلوحهم وتزيد، يا غتبقى لاصق فيهم ويبقاو يغرقوك. الثالثه ما كايناش. ويقول لي هنيل ممكن تشرح لي الشغف واش هو الرغبه في تحويل الكينونه الى فعل؟ قال له الكينونه هي اعلى حاله في الوجود، وهي انقى جوهر، وهي الان، وفي نفس الوقت ماشي الان. الأبد وماشي الأبد، هذه أشكال الألوهية الخالصة، ولكن ما كانش كافي أننا نكون ببساطة، حيت بغينا نجربوا اللي حنا عليه، وهذا جانب آخر من الألوهية سميتو الفعل. خليني نقول لك انك في صميم الذات ديالك انت حب، وهذه حقيقتك، ولكن انك تكون حب شيء، وانك دير افعال كلها محبه شيء اخر. فالروح باغا تجرب الافعال باش تعبر على حقيقتها، باش تعرف الذات ديالها في تجربتها الخاصه. شكرا بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.